يمر العمر بنا ونمر على أفكار فيها ما ينفعنا حين بعقل نختار. الماضي يهدينا خير دروس للعمر، والحاضر بيدينا نهديه حصاد الفكر، والحاضر بيدينا نهديه حصاد الفكر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ومرحبا بكم مع حصاد الفكر. إسلامنا هذا الدين الجميل، دين جميل، دين عظيم، دين رائع، دين راقي، دين ممتع. هذا الذي نعرفه عن ديننا، لكن العالم لا يعرف هذه الصورة عن ديننا. العالم يرى هذا الدين مشوها، طبعا شوهته داعش المجرمين وعصاباتها، شوهوا كثير من الحكام الطغاة، شوهته تصرفاتنا لما نروح سياحة في الغرب، شوهنا الإسلام. الغرب لا يعرف الدين الرائع الذي اسمه الإسلام، يعرف الدين الإرهابي الذي اسمه الإسلام الدين الذي فيه يعني إسفاف في الأخلاق للأسف. هذا الذي يرونه عن الإسلام، وحاشا الإسلام أن يكون كذلك. والسؤال الآن، ما هي أفضل وأسرع وأقوى طرق تصحيح هذا التشويه؟ إذا انتبهتوا، أنا ذكرت 3 أشياء مختلفة، قلت أفضل وأسرع وأقوى. هنا لا تأتي طريقة واحدة هي الأفضل وهي الأسرع وهي الأقوى، وإنما هناك طريقة هي الأفضل، وطريقة أخرى هي الأسرع، وطريقة أخرى هي الأقوى. فدعونا نتأمل ذلك حتى نعالج هذا التشويه الذي نحن سببه. أول طريقة وأفضل طريقة هي أن تتجسد أخلاق الإسلام فينا في كل جوانب الحياة، فينا كأفراد، فينا كمنظمات، فينا كدول. نحن حاولنا أن نفتح أوروبا بالقوة العسكرية فما انتصرنا وما استطعنا، لكن فتحنا كل جنوب شرق آسيا بأخلاق التجار المسلمين الذين ذهبوا للتجارة هناك. فالأخلاق هي أفضل طريقة لنشر الدين، لأنه دين أخلاقي. هذا الأفضل. أما الأسرع فهو الإعلام. الإعلام قادر على أن يصل للبلايين وليس الملايين، وبالذات على فكرة في هذا الزمان الأفلام العالمية المبدعة، هذه الأفلام الضخمة الكبيرة اللي إنتاجها مكلف، على فكرة هذه مربحة جدا ماليا. تجارنا اليوم يرضون ب5 و10%. هذه الأفلام أقل واحد منها، ما في فيلم ميجا يسموه إلا ويربح أقل شيء 100%. إيش رأيكم؟ ومع ذلك نحن مبتعدين عنها كتجار وكدول. كيف؟ وهي أسرع طريقة لنشر الإسلام. نحن من أيام فيلم الرسالة ما عندنا شيء، كيف أكثر من 35 سنة الآن؟ هل يجوز ذلك؟ وهي مربحة وأسرع طريقة في نشر الإسلام. سيصل هذا الدين إلى البلايين، ونستطيع أن ندخل فيه كل رسائلنا ونعرض فيه جمال ديننا ونعالج فيه التشويه. فهذه هي أسرع طريقة. أما أقوى طريقة فهي أن يتمثل الإسلام في دولة، أن يتمثل الإسلام الحقيقي في دولة، تتمثل هذه الدولة عقيدة الإسلام، تؤمن بهذه العقيدة، عقيدة التوحيد التي تنصف كل العقائد الأخرى وتحترمها جميعا، ولا إكراه في الدين، فلا تجبر أحد على ديننا، نجبر أحد على ديننا، ونقابل الحجة بالحجة والدليل بالدليل والبرهان بالبرهان. وتتمثل الدولة بأخلاق الإسلام. نعم، الدولة لها أخلاق، فالدولة تتمثل بأخلاق الإسلام في التزاماتها بوعودها، فما نغدر بأحد. دولة لا تكذب لا تغدر، دولة لا تكذب ولا تغدر. نعم، فتتمثل الأخلاق، وأيضا تتمثل شريعة عادلة منصفة حكيمة، وقد شرحت شروطها في حلقة سابقة.
وأيضا هذه الدولة تكون دولة متطورة، دولة قوية متطورة تقنيا وعلميا وفي البحث وفي التعليم وفي الاقتصاد وقوية. ألا ترون أن الدول القوية اليوم ثقافتها وحضارتها قاعدة تنتشر في الدول الضعيفة التي ما عندها أي مناعة حضارية؟ كذلك لو كنا نحن أمة قوية عظيمة ستنتشر حضارتنا بفعل هذه القوة، قوة الحضارية. السؤال اليوم: ما هي مساهمة كل منا حسب قدراته في أي جانب من هذه الجوانب الثلاثة؟ فكروا بها، عندها نساهم جميعا في تصحيح تشويه الإسلام. ويمر العمر بنا ونمر على أفكار فيها ما ينفعنا حين بعقل نختار. الماضي يهدينا خير دروس للعمر، والحاضر بيدينا نهديه حصاد الفكر، والحاضر بيدينا نهديه حصاد الفكر.